قضية اليوم ديال واحد البنت غادي تعيش أسوأ 24 ساعة في حياتها، ولو كان ما كانش التدخل ديال البوليس في الوقت لو كانت سالات حياتها. القصة ديال اليوم فيها عبرة لبزاف ديال البنات. السلام عليكم، أنا محمد ومرحبا بكم في القناة ديالي اللي كنقدم فيها قصص ديال البراكاج، الهروب من السجون والقصص ديال الاختفاءات والجريمة الحقيقية. اللي كيعجبو هذا المحتوى هذا ما ينساناش من لايك ديالو ويشارك هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالو، وما تنساش دير ابوني في القناه باش توصل دائما بالجديد ديالنا. بلا ما نطول عليكم نبداو في القضيه ديال اليوم. قصتنا اليوم كتبدا في 2006. هاد القصه كتدور في واحد البلاصه سميتها ميليستيت، وبالضبط في امريكا. هذه كانت واحد القريه صغيره كيعيشوا فيها تقريبا واحد 4000 واحد، وتقريبا كاع السكان ديال هذيك المنطقه كيعرفوا بعضياتهم، مجتمع داخل في بعضياته. ومن بين السكان ديال هذه المنطقه واحد العائله مكونه من 4 ديال الناس، من الاب والام، واحد 2 ديال البنيات، الكبيره اللي سميتها اشلي واللي عندها 17 عام، اختها صغر منها عندها 15 عام. واللي كيهمنا حنا في هذه العائله كامله هي البنت اللي سميتها اشلي واللي كان عندها 17 عام. كانت واحد البنت اللي ذكيه ومحبوبه بين الاصدقاء ديالها في المدرسه، وكانت واحد الدريه اللي ذكيه متميزه بزاف، عايشه الحياه ديالها مع العائله ديالها، والامور ديالها كانت غاديه بخير وعلى خير. حتى لواحد النهار وبالضبط في 2006 اشلي كتفيق مع الصباح بحال كاع الايام ديالها، هي والاخت ديالها على اساس باش يمشيو للمدرسه. اشلي كانت كتقرا في الليسي والاخت ديالها كانت كتقرا معاها في نفس المدرسه. فاقوا وجدوا المسائل ديالهم، لبسوا الحويجات ديالهم، مورا موجدوا روسهم وكانوا باغيين يخرجوا للمدرسه. اشلي كتمشي عند الاب ديالها وقالت لي شوف اليوم راه غادي نتعطل، راه مورا ما غنسالي المدرسه، غادي ندوز عندي واحد المقابله ديال الخدمه وغادي نمشي لواحد المنطقه اللي بعيده علينا بواحد 24 كيلومتر تقريبا. ومورا ما نسالي ديك المقابله راه غادي نرجع وغنمشي للحديقه باش نلعب مع الاصدقاء ديالي الباسكيت. باها قال لها الله يوفقك، قال لها شوفي عندي لك واحد طلب صغير، غير فاش تسالي المدرسه ديالك وصل اختك بعدا هي الاولى للدار، عاد سير قضي الغراض ديالك، واهم حاجه ما تعطليش على 10 الليل. خرجت اشلي والاخت ديالها مشاو للمدرسه. مع وصلوا للمدرسه اشلي مشات على الصديق ديالها اللي هو جيريمي، واللي كانت بيناتهم واحد العلاقه. الدراري في المدرسه عارفين هاد العلاقه، وحتى والديهم كانوا عارفين بان بيناتهم واحد العلاقه. وتا هنا كلشي هو هداك. موراها دخلت اشلي للحصص ديالها، سالات القرايه ديالها، وفاش سالات خرجت مشات وتلاقات مع جيريمي، جلسات معاه واحد شويه، قالت له شوف اليوم راني عندي بزاف ميدار، راني محتاجه الطوموبيل ديالك، غادي تسلفها لي اليوم نقضي بها الغرضات، وراه عندي حتى واحد المقابله ديال الخدمه خصني نمشي ليها. لحقاش البلاصه اللي غندوز فيها هاد المقابله هذه بعيده علينا تقريبا ب 24 كيلومتر. جيريمي قال لي الله يوفقك، مد لها السويرتات وقالت لي بالسلامه، هزت السويرت هزت الطوموبيل ومشات. وصلت اختها للدار، ومن بعد مباشره مشات تدوز هذاك المقابله ديالها. داز سوايع، ساعه، 2، 3، 4، 5، واشلي ما رجعاتش. بوها كيصوني ليها وما كتجاوبوش، شافها ما كتجاوبوش، قال ربما تكون راه دابا داخله المقابله ما كاين لاش غادي نصدحها، تتسالي وراه هي صوني ليا. المشكل ان اشلي دازو سوايع اكثر وما صونات لباها، ما صيفطت ميساج لجيريمي. الاب والام ديالها تخلعوا وبداو كيصونيو وكيسولوا عليها. الاب ديالها صون على جيريمي، سولوا على اشلي، قال لي واش اشلي كاينه معاك؟ شفتها حتى لدابا راه ما كتجاوبنيش ومازال ما رجعاتش. جيريمي كيقول باه باللي راه حتى انا لقيتيني يلاه بنصوني ليك، راه من الصباح وانا كنصيفط لها في الميساجات وما كتجاوبنيش. هنا فين عارف الاب والام باللي راه واقعه شي مصيبه، الشيء اللي خلى الام تهز التليفون وتصون للبوليس. كيجاوبها واحد من الضباط كيتفاجئ باللي واحد المراه كتهضر معاه بواحد الصوت اللي مرعود وخايفه، وكتقول لي عافاكم عاونوني نلقى بنتي، راه تخطفات ولا ما عرفت شنو اللي وقع ليها. البوليس موالفين هاد النوع ديال الاتصالات، لحقاش اصلا في هذيك البلاصه كانوا كيجيو بزاف ديال الاتصالات بحال هذا الشكل هذا، لحقاش كانوا الدراري كيمشيو غير يباتوا عند صحابهم اولا كيختاروا انهم يهربوا بوحدهم من ديورهم، وكانوا بزاف ديال الناس كيتصلوا بهم، كانوا متعودين على هذا الشيء. ولكن الطريقه باش كانت كتهضر الام بينات البوليس باللي راه فعلا واقع شي مصيبه. كيتحركوا واحد العدد من الضباط ديال البوليس للدار ديال اشلي، مشاو لعند والديها وبداو كيسولوا فيهم شنو اللي واقع. الاب دوا مع البوليس وقال لي مراه بنتي من الصباح خرجت حتى لدابا ما رجعاتش، قالت لي باللي راه غتمشي غير المدرسه، من بعد غتمشي تدوز واحد المقابله وغدوز الحديقه وغادي ترجع للدار. البوليس سولو قال لي هذيك المقابله ديال الخدمه فين غدوزها؟
قال لهم راه قالت لي بلي غدوزها في واحد البلده قريبه من هنايا، راه تقريبا المسافه ديال 24 كيلومتر. من بعد ما سمعوا البوليس الهضره ديالو، كان ديك الساعه 11 ديال الليل تقريبا، تحركوا لهذيك الحديقه اللي دوا لهم عليها الاب، اللي كانت سميتها المنتزه ديال لي ترمان. هاد البلاصه هادي كانوا كيتجمعوا فيها الدراري وكيلعبوا فيها الباسكيت، كيدوزوا في هذاك الوقت ديالهم. هادي كانت بحال واحد المتنفس ديال كاع الاهالي ديال هذيك المنطقه، كيمشيو ليها الوليدات كيدوزوا داك الوقت ديالهم. البوليس مع وصلوا تما كيلقاو الدنيا خاويه، لحقاش كانت 11 الليل، وفي هذاك الوقيته كان البرد والشتاء، ما كانوش الدراري كيتعطلوا بزاف، الماكسيموم 7 العشيه كيتحركوا في حالهم. بقاو كيقلبوا تما وما لقاو حتى شي حاجه. فجاه كيغوت عليهم واحد البوليسي، قال لهم اجوا راه لقيت شي حاجه. مع وصلوا عند هذاك البوليسي كيلقاو الطوموبيل ديال جيريمي اللي كان عاطيها لاشلي واقفه تما. البوليس سولو جيريمي، قال له وقتاش عطيتي الطوموبيل لاشلي؟ قال له ودي راه غير سالات المدرسه، عطيتها الطوموبيل، قالت لي باللي راه زربان وعندها شي غراضات تقضيهم، داكشي علاش عطيتها الطوموبيل ومشات في حالها. ومن ديك الوقيته وانا كنصيفط لها في ميساجات وكنسول فيها وما كتجاوبنيش. البوليس بقاو كيقلبوا تما وكيسولوا في كاع الاصدقاء ديالها وكاع الدراري اللي كيعرفوها ولا اللي معاه في المدرسه، كيسولوا بالواحد حتى جا واحد الخبر اللي صدم العائله ديالها هي وصدم حتى البوليس. وحده من الصديقات ديال اشلي قالت لهم باللي اشلي كانت دايره جوج ديال العلاقات، علاقه كانت دايرها مع جيريمي اللي كان عارفه كل شيء، لا الدراري اللي في المدرسه ولا حتى والديهم، كانت دايره واحد العلاقه مع واحد السيد اللي سميتو سام، وكانت غير كتكذب على والدها، كتقول لهم باللي راه جاي تلعب الباسكيت معنا، ولكن هي كانت كتجي لهاد المنتزه ديال لي ترمان غير باش تلاقى معاه، وهي في الاساس ما كتعرفش تلعب الباسكيت كاع. الشيء اللي خلى البوليس يتحركوا ويقلبوا على سام، ومع لقاوه بداو كيستجوبوا فيه وكيسولوا فيه على اشلي. داو عندهم المركز ديالهم وبقاو كيهضروا معاه، لدرجه انه المده ديال 10 سوايع وهم كيسولوا فيه وهو ما بغى يقول لهم حتى شي حاجه. وفاش شافوه راسو قاصح ما بغاش يهضر وكاين باين عليه باللي كيكذب عليهم، فمشاو جابوا لي الام ديالو وجداتو وجلسوهم تما، قالوا لي دابا يا اما تقول لنا شنو اللي واقع اولا غادي نغبروا لك امك وجداك. مع سمع هاد الهضره هادي السيد نهار وبدا كيعاود للبوليس كاع داكشي اللي وقع. قال لهم اشلي فعلا جات عندي مورا مدوزات المقابله ديالها مباشره، جات عندي لهداك المنتزه ديال لي طرمان، ومن بعد خلات الطوموبيل تما في المنتزه وركبات معايا في الطوموبيل ديالي. المشكل انه ناضوا بيناتنا شي صداعات في الطوموبيل وبدات كتعاير فيا وكتسب فيا وانا كنسكتها، ولكن هي والو غير كتزيد في الغوات. طلبت منها انها تنزل من الطوموبيل ديالي ولكن هي رفضات انها تنزل. مع شفتها ما بغاتش تنزل من الطوموبيل ديالي، خنقتها بيديا وزيرت عليها حتى سمعت شي حاجه طرطقات في العنق ديالها. وفاش بانت لي الطرخات في ايدي ما بان لي حتى شي حل اخر، فخديت غير الصمته ديال الطوموبيل وانا نزير لها على عنق ديالها تترخات كامله وديتها للغابه اللي كاينه في الخرجه ديال المنطقه ديالنا. مع سمعوا البوليس هاد الهضره هزوه بالزربه وقالوا له غدينا دابا للبلاصه فين اللي حتيها. مشاو البوليس بداو كيقلبوا تما في هذيك المنطقه، ولكن المشكل ما لقاو والو، بقاو كيقلبوا تما ما كاينه حتى شي حاجه، لدرجه انهم شكوا باللي كيكذب عليهم وباللي قتلها ورماها في شي بلاصه اخرى. بقاو كيسولوا فيه واش متاكد بانك لحتيها هنايا، قال لهم راه متاكد 100%، رانا خليتها هنايا، راه ما يمكنش تكون هربات ولا شي حاجه. بقاو كيقلبوا تما حتى فجاه كيعاود عيط عليهم واحد البوليسي اخر، قال لهم اجيو تشوفوا بالزربه. كيلقاوها كلها زرقاء وحتى من الحشرات بداو كيتجمعوا عليها. بالزربه هزوها داوها للمستشفى وتم فين تلقات دوك العلاجات المناسبه، ولو كان تعطلوا لها غير شويه لو كان ماتت مباشره. من بعد ما داو اشلي للمستشفى دازت ايام وولات الحاله ديالها بخير وعلى خير، وعاودوا سولوها ويتعاود لهم كاع التفاصيل اللي وقعوا معاها، وداكشي النيت اللي قال لهم سام كان حقيقي وفعلا دازوا بيناتهم شي نقاشات وحاول ان يقتلها، وقالت لهم راه مابقيت عاقله على والو. سام تحكم ب 25 عام من 2006 ومازال كيدوز فيه حتى لدابا. واشلي تزوجات عندها جوج بنيات وبطبيعه الحال متزوجات بجيريمي، لحقاش مع سمع بلا كانت عندها علاقه مع سام، تفارق هو وياها وكمل حياته بوحده، وحتى يتزوجات واستقرات ودارت العائله ديالها. وهكا تكون تسالات القصه ديالنا، كنتمنى تكون عجباتكم. اللي عجباتو القصه لايك بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك. وقصه اليوم غير كعبره بزاف ديال البنات، ما تبقاوش تثقوا بزاف، لانه الانسان اللي تقدر تثيقي فيه بلا قياس
يقدر يكون هو السبب ديال المشاكل وديال الصداعات ديالك. داكشي علاش اي واحد ياخذ الاحتياطات ديالو وما يثقش في كل شيء. كانت هذه قصه اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوش لايك الفيديو، بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والى عجبكم المحتوى ديال القناه غير خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، وان شاء الله غادي نلوحوا فيديوهات اكثر.